في فيديو اليوم راح نشوف ونتوقع مع بعضنا وندردش شو انسب خصم لكل مصارع في راسلمانيا 41. هذا الفيديو بعد ما خرب هذا الروك، خرب علينا راسلمانيا ومباراة الأحلام بين ذا الروك ورومان رينز، ولكن خلينا مباراة الأحلام. ذا الروك كل لعب مباراة ضد كودي أحسن من السيناريو العبثي الذي حصل في أول عرض رو على نتفليكس والترويج منك لله يا تريبل اتش. خلينا نبدأ مع الرينج جنرال جونتر عنده 3 خصوم محتملين بقوة: جولدبرغ رقم 1، لوغان بول، وسيث رولينز. ولكن ممكن راسلمانيا 41 تكون جولدبرغ ضد جونتر. البناء يبدأ ممكن من بعد الريو رامبل أو في الريو رامبل ذاته نفسه يدخل جولدبرغ ويفوز بالريو رامبل، ولكن لا أتوقع فوزه بالريو رامبل. المهم جونتر عنده جولدبرغ وانا شاك انها راح تحصل، ولكن راح كاين مفاجأة كبيرة في موضوع جونتر. ممكن في الريال رامبل ذاته يدخل رقم 30 براك ليزنر، ونشوف مباراة بالنسبة لي هي مباراة الاحلام بين براك ليزنر وجونتر على اللقب في راسلمانيا. بعدها نروحوا لسيث رولينز عنده سي ام بانك، ولا موضوع منتهي اصلا. سي ام بانك سيث رولينز راسلمانيا نايت 1 ونايت 2. وبرأيي ثاني أن سيث رولينز أو لا سي ام بانك ممكن يفوز بلقب قبل راسلمانيا، أو العكس سيث رولينز يفوز بلقب قبل راسلمانيا ويلعبون مباراة ثالثة وتكون النهاية، لأن مباراة ثانية ستكون يا في الإيميليشن تشامبر يا في الريو رامبل بكل تأكيد. بعدها نروح ذا بيست أون ذا وورلد سي ام بانك وقلت لكم هذا وين عنده سيث رولينز، ولكن في خطة وفي لعبة راح تلعبها WWE ممكن تلعبها، بأن سي ام بانك عنده خدمة عند الوايز من بول هيمن، ممكن يستغلوا هذه وتشعل العداوة بين رومان رينز وسي ام بانك. ممكن رومان رينز أصلا يعود فايز باللقب وسي ام بانك يلعب رومان رينز في راسلمانيا وسيث رولينز يرموه. هذه وارد تحصل، ولكن أنا نشوف أن سيث رولينز ضد سي ام بانك. بعد سي ام بانك نروح الاو تي سي رومان رينز بالنسبه لي هو المرشح الاول بالنسبه لي الفائز بريو رامبل، هذه لا حديث عليه. رومان رينز سيفوز بريو رامبل، ولكن والله احترت مين اللي راح يلعب رومان رينز. ممكن سي ام بانك، ممكن درو ماكنتاير، ممكن جونتر، ممكن ولكن WWE على ما احسب ستكون بين سي ام بانك ورومان رينز، ولا ممكن جاكوب فاتو ايضا. بعدها نروحوا للاسطوره واسطوره الجيل جون سينا مرشح بنسبه كبيره هو الفائز بالريال رامبل، ولكن لا اعتقد ستكون مباراه توقعي ستكون مباراه بين كودي رودز وجون سينا لتسليم الشعلة لكودي رودز. انا مش عارف اي شعلة راح يسلمها له نشر الاخلاق والاحترام في الشركة. كودي رودز من وقت ما اتى وكل المصارعين رومان رينز الذي كان هيل بشخصية الترايبل تشيف عاد يسلم حاليا. اخلاق ماما رودز، اخلاق يا راجل. حتى ذا الروك هذه يسلم امام رودز. جون سينا عدو يا كودي رودز يا راندي اورتون، ولكن لا اعتقد راندي تكون بين كودي وجون سينا. هذا نروحوا لكودي رودز هذا كنت نتكلم عليه، عنده جون سينا ولا حد غيره. حتى ذا الروك وين سحب من راس المانيا وعاد يسلم. ما كنا هذا ونقولوا في الاخلاق بين كودي رودز، ما تزعفوش مني، هذه حقيقة. الفكرة أنا من محبين ومن عاشقين أغنية كودي رودز.